السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة انا شيماء، قناة لوك اند كوك. دلوقتي هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين عصير مانجو بالجزر، وصفة جميلة جدا جدا وكمان بسيطة وهتعجبكم، وقيمتها الغذائية عالية جدا جدا. العصير ده طعمه حقيقي لذيذ جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله. وحلو جدا في الحر اللي احنا فيه ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول خطوه زي ما احنا شايفين، اول خطوه معايا جزره كبيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هقشرها بالمقشره وهبدا اقطعها حلقات صغيره زي ما انتم شايفين. بعد كده عندي حله فيها ميه وهبدا انزل فيها بالجزر وهرفعها على البوتاجاز تستوي. بعد كده هبدا اهرسها بالشكل ده بالشوكه زي ما انتم شايفين. ههرسها كويس جدا. خلاص كده نامت معايا. هبدأ اضيف لها معلقتين عسل نحل. نقدر نحلي العصير كله بعسل النحل طبعا، ممكن نستخدم السكر حسب الرغبة، وكمان السكر الكمية اللي نستخدمها حسب رغبتنا. هضيف معلقتين كبار عسل نحل. وهقلبهم كويس قوي على الجزر، وهستمر في هرس الجزر مع العسل بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص كده انا هرسته كويس. دلوقتي معايا هنا مانجيه كبيره او 2 مانجتين بحيث يبقى وزنهم 3/4 كيلو او كيلو الا ربع. هبدأ في الخلاط اضيف المانجا، كمان هضيف الجزر المهروس مع العسل. بعد كده هضيف السكر زي ما اتفقنا، السكر حسب الرغبة. انا ضفت حوالي ربع كوباية سكر او معلقتين كبار سكر حسب رغبتنا طبعا، وممكن نحليه طبعا بالعسل يعني حسب المتوفر. هضيف كوباية مية متلجة، وهبدأ اخلط كل المكونات مع بعضها. مهم ان احنا نخلطها كويس جدا علشان الجزر يختفي تماما في العصير، ما يبقاش له اي اثر في العصير. اخدت معايا دقيقتين، خلطتها لمدة دقيقتين بحيث ان الجزر يختفي تماما والعصير يمتزج كويس. كده العصير بتاعي جاهز زي ما انتم شايفين. انا جهزت الكوبايات، هبدأ اصب العصير. شايفين قد ايه القوام تقيل ولونه جميل جدا، وكمان طعمه وريحته حلو جدا جدا، وكمان طبعا قيمته الغذائية عالية جدا. طبعا لو حابين نضيف مكعبات ثلج حسب رغبتنا. وبكده العصير بتاعنا جاهز. وصفة جميلة جدا وسهلة جدا وحلوة جدا في الحر ده، مناسبة جدا الجو الحر ده. حقيقي وصفة جميلة وسهلة وبسيطة جدا جدا. يا رب تعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها يا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.